49 مليار دولار. مصر بتحوش صح، يعني مصر عاملة زي أي بيت بيحوش شوية فلوس عشان لو حصلت أزمة. الخزنة كان فيها حوالي 17 مليار دولار. الخزنة بدأت تكبر، بقى فيها فوق 40 مليار. بعدين جت كورونا في 2020، السياحة وقفت، الفلوس اللي بتيجي من بره قلت والاحتياطي نزل. وفي 2022 وبسبب حرب روسيا وأوكرانيا الخزنة نقصت تاني لحوالي 33 مليار. الدولة عومت الجنيه تاني، وفي 2024 الاحتياطي وصل 46 مليار دولار. لكن المفاجأة الحقيقية، لأول مرة في تاريخ مصر الخزنة عدت 49 مليار دولار، وهو ده اللي بيدي أمان وثقة في الاقتصاد. أنا عارفة إن في ناس هتقول بس مش كل حاجة تمام، بس لما تبقى بدأت من 17 ووصلت ل 49 يبقى أكيد حصل شغل. أنا سمع حد بيقولي يا ست وأنا هستفاد إيه؟ هقوله ببساطة، لما بلدك تبقى واقفة على رجليها أنت كمان هتبقى في أمان أكتر. ودي كانت حلقة من الترند بيقول إيه. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال. ما تنسوش اللايك والشير واستنونا في ترند جديد. سلام.